السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماله يا جماله، الرز الأصفر بدل الرز البسمتي. عملت حاجة جميلة كده تتقدم جنب الأكل. مش لازم يكون بسمتي كده معدي 60 70 جنيه 80 جنيه 100 جنيه، ملوش لازمة. عندنا الرز المصري يفوق أي رز، وكباب الحلة جنب منه بقى بطريقة روعة جميلة. الريحة والطعم ما اقولكوش عليه. انا طبعا طلع الفيديو بعد ما كلنا، ما كانش ينفع نسيب الاكلة ونكمل تصوير. انا جبت حلة وحطيت فيها معلقتين زيت، حاجة كده بس بسيطة، ونزلت اللحمة مقطعاها تاخد صدمة في الحلة. وبعد ما خدت صدمة كده وقلبتها مرة واحدة، طبعا شوف الحلة مكانها مكرمل ازاي وجميل. بنشيل اللحمة ونبدأ نجيب مكانها البصل في نفس الحلة، نديله برضو لفة في الكرملة الجميلة ديت. ما نستناش عليه ان هو يغمق وياخد لفة كده وطعم الكرملة والحاجات الجميلة دي. بعد ما ياخد الكرملة الجميلة ديت هننزل عليه اللحمة تاني، ونبدأ نحط لها بقى الإضافات بتاعتها بعد ما نديله تقليبة كده. الكباب الحلة يا جماعة كل ما تزودي السوى عليه بيبقى طعمه جميل. حطينا فلفل أسمر وحطينا حبة كمون صغيرين كده، ونحط نص كوباية مية علشان طبعا هو ميته نشفت، وحبة كزبرة صغيرين، وزودي في الفلفل زي ما انت عايزة تبع الرغبة بقى. وحبيتين كباب حلة كده صغيرين، ورقتين ورق لورا، وحطيت نص كوباية المية. وكل ما ميته تنشف يا جماعة تروح حاطين له ربع كوباية مية بربع كوباية مية كده لغاية ما اللحمة تستوي وتاخد جمالها. ونبقى نقول هنعمل لها في التكة الأخيرة بعد ما تستوي. طبعا هي استوت اهيت، نبدأ بقى نروح حاطين لها الملح بتاعها. ولو عايزة تنشفي المرقة خالص منها ناشفة، عايزة تسيبي كمية بسيطة سيبي. وحطت لها رشة حبهان ناعمة صغيرة، ورحت جاية حاطة لها فلفل شطة قرن شطة شرايح، ومع الملح وطماطمية واحدة طلعتها، حتى ما كانش في طماطم طلعتها من الفريزر قطعتها مكعبات، قشرتها وقطعتها مكعبات. ونحطها تاخد ال10 دقايق الأخرى كده أو 7 دقايق مش أكتر، علشان تدي الطعم بقى مع الجوسي بتاعها الجميل ده لكباب الحلة. وادي رشة القرفة الناعمة الحبهان الناعمة يا جماعة. عايزة اقول لكم ان انا حطيت فيها كمان عود قرفة خشب مش قرفة ناعم. بصراحة رهيبة رهيبة رهيبة، والريحة والطعم جميل بتاع. نعمل بقى الرز المصري بتاعنا الجميل ده اللي ما نستغناش عنه. انا حطيت بصلة اديتها تشويحة، وحطيت لها عود قرفة، وحطيت لها ليمون ناشف، وحطيت لها حبهان، و6 فصوص حبهان وورق لورا. ورحت منزلة عليهم معلقة ونص كركم. طبعا انت براحتك، عايزة تحطي كاري كمان حطي، عايزة تزودي، عايزة تخففي الكركم تبع راحة اللي بيعمل. ورحت منزلة عليه الرز بتاعنا الجميل ده بعد ما غسلته، ونحط له المية بتاعته والملح، ونشوف الجمال اللي انتوا شفتوه ده بعد ما استوى. رهيب رهيب رهيب، وملوش لازمة بقى البسمتي والحاجات ديت. احنا بنعمل، احنا كمصريين عندنا ابداع بصراحة، يعني كمصريين بنعمل زي ما بيقولوا كده من الحبة قبة بس في الأكل. عملت الرز وختم زي ما انتم شايفين كده بجماله، الشكل الجميل اللي انتم شفتوه. ان شاء الله يعجبكم ويكون فيه شير ولايك، ويا ريت تدوسوا على الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.